الكبت ده بقى هو اللي بيوصلك للمرض ده. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا رسائل على هيئة ألم، مش علشان يوجعنا بس علشان يرجعنا. فإن لم تلجأ إلى الله اختيارا لجأت إليه اضطرارا. لا يجتمع ألم وحب وإيمان ربنا في قلب واحد. من أهم الرسائل رقم 1 ضغط نفسي شديد اتعرضتي ليه او عايشه فيه وانت مش منتبهه وانت مسلمه. مش من الطبيعي انك تعيشي في ضغط ولا الم ولا ستريس طول الوقت. اوعي تفتكري ان المرض بيجي مره واحده، فبدل ما تقولي ليه يا رب عالجي الضغط النفسي اللي جواكي وعالجي الاستريس اللي جواكي وعالجي الخوف اللي جواكي، وبعد كده هتلاقي نفسك والله المرض العضوي بيتشال. رقم 2 وده مهم قوي، انك محرومه من الراحه. يعني ايه محرومه من الراحه؟ انت ما بتريحيش نفسك، ما بتديش نفسك راحه. لما بتكوني عايشه عشان حاجه واحده بس وما بتبصيش غير عليها، انسي انك ما تلاقيش مرض في الاخر. وبرده النوم، في ناس كتير جدا جدا مقصره في موضوع النوم ده بشكل رهيب. في ناس عايشه مكبوته. الكبت ده بقى هو اللي بيوصلك للمرض ده. فالله يكرمكم اوعي ما تنتبهيش للرسائل بتاعه المشاعر. والاخطر من ده هي فكره الاكل. فكره الاكل مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ انت دخلتي ايه لجسمك، جسمك هيديهولك. والله دخلتي اكل صحي وجميل ونافع على الاقل بنسبه 60-70% هتلاقيه في حياتك. فانت الثلاثه دول هم الاساس. عايزه تعرفي ايه السبب؟ هم دول الثلاث اسباب.